أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة من حكاياتنا المستخبية. حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. الناس ما بتتعرفش غير في وقت الشدة. المعدن بيبان في وقت الشدة. لما احتاجك ولاقيك اعرف اصلك ومعدنك، لكن لما احتاجك وادور عليك وملقكش يبقى انت مش ابن اصول، يبقى انت انسان مش كويس، يبقى خسارة ان انا في يوم من الايام خليتك صاحبي. الشدة بتبين المعدن صحيح. طب الكلام ده ينطبق على أولادك؟ مش منطقية. ليه يعني؟ هو ابنك ممكن يتخلى عنك؟ مفيش واد يتخلى عن أبوه أبدا. فما أقدرش أقول ابني معدن ومش حلو في وقت الشدة ما لقيتوه، لا يمكن. طب الزوجة يبان معدنها في وقت الشدة؟ ولا الزوجة زي الابن ما ينفعش احطه في الاختبار ده؟ الزوجة لما جوزها يعيا او يجيله شوية مرض ممكن تسيبه، ممكن نقول عليها هنا قلة اصل. لا، ليه؟ لان عايزة تعيش حياتها، عايزة راجل بكامل صحته يديها حقوقها اللي ربنا قال عليها. ما نقدرش نقول عليها قلة اصل، صعب شوية. طيب مش المفروض الزوجة تصبر؟ طيب المفروض تصبر، بس مش واجب عليها تصبر. يعني واحدة اتجوزت واحد عمل حادثة أصيب بعاهة، هيعيش طول عمره لا قدر الله على كرسي. هل نقول لها عيشي معاه عشان تبقى بنت أصول؟ يبقى ظلمناها، لأن ليها حقوق عايزاها وجوزها مش هيقدر يديها حقوقها، فمن حقها تتطلق، وما نقدرش نقول عليها قليلة أصل. النهاردة معانا الدكتور ثروت، شاب جميل بيحكي لنا حكايته وهو قاعد كده في وقت فراغه في النبطشية في الليل بيشوف برنامجنا، فكلمني ودردش معاي. فقلت له طب ممكن احكيها في حكاية مستخبية؟ قال لي قول، احكي، خلي الناس تعرف وتشوف وافهم يا ترى انا كنت صح ولا كنت غلط. ايه موضوع دكتور ثروت؟ وهل في وقت الشدة فعلا عرف حبيبه من عدوه؟ هل في وقت الشدة فعلا قدر يفرز وقدر يفهم ويستوعب مين معاه ومين ضده؟ تعال نسمع الأستاذ الدكتور ثروت ونشوف حكايته ونفهم منه يا ترى هو كان عنده حق؟ طب مراته فعلا قليلة أصل ولا هي عملت الصح وهو اللي فهم الموضوع غلط؟ كتر خيرك يا شدة، كتر خيرك يا شدة، عرفتني حبيبي من عدوي. تعال نسمع دكتور ثروت ونسمع حكايته وبعد كده نكتب رأينا في الكومنتات. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم، أنا اسمي ثروت، الدكتور ثروت. اتجوزت وأنا عندي 28 سنة، جواز تقليدي عادي جدا، رغم كان قدامي بنات كتير في المستشفيات. أنا دكتور في مستشفى حكومي يعني، وعندي عيادة ببلدنا في الريف على قدها كده شوية يعني. مش هقول أنا دكتور شاطر، دكتور زي دكاترة كتير يعني. خدت الماجستير وتخصصت ماشي، ولما جيت اتجوزت ما كانش ليا ان انا احب وما احبش، ماليش. يمكن احنا كلية الطب كلية مجهدة، مذاكرة، ابحاث، معامل، تشريح. حتة الحب والتفرغ وسهر الليالي والعلاقات لا،
أو على الأقل أنا، ممكن غيري يكون أيوة، لكن أنا شخصيا كان كل اهتمامي مذاكرتي، وإن أنا أنجح وأجيب تقدير وأفرح أبويا وأفرح أمي، وأبقى ماشي في البلد الدكتور ثروت راح، الدكتور ثروت جه. حقي، أنا ابن ريف ومن حقي أفرح أهلي وأمشي في وسط ناسي وهم بيقولوا الدكتور ثروت، أو على الأقل ده كان حلمي وأنا لسه طالب، يمكن من الثانوية العامة لغاية ما دخلت الجامعة. حياتي كانت كده، مذاكرة، اهتمام بالمستقبل، أتخرج من الكلية، أتخصص. ما فكرتش في الدكتوراه، كان كل همي إن أنا أكون دكتور وخلاص. ما عشتش بقى الخروجات والفسح والعلاقات والتجارب، الحمد لله رب العالمين. وزي أي دكتور، الخمسة العين، عارفين الخمسة العين اللي بيحلم بيهم كل الأطباء؟ 5 عين: عيادة، عربية، عمارة، عزبة. ال5 عين اللي انتوا عارفينها، كل طبيب يقول لك ال5 عين: عيادة، عزبة، عربية، عمارة. انتوا عارفين الكلام. عروسة. أنا كان كل طموحي لا عمارة ولا فيلا ولا منتجع ولا عزبة، أنا كنت عايز عربية. بحلم من أيام ما كنت في الثانوية العامة، بحلم أكون دكتور، وبحلم بعربية حمرة إن شاء الله تكون 128. أحلام بسيطة. عايز عربية صغيرة كل لونها أحمر، أنا بحب اللون الأحمر والنبيت الأفاعي ده، كان حلمي. أبوي وأمي كانوا عايزين يجوزوني، قلت لهم لا، نفسي في عربية، عايز أجيب عربية. وفعلا قبل الجواز كان عندي عربية نبيتي صغيرة مستعملة، ودي أول عين عربية. عزبة وعمارة لا لا، صعبة علي. عزبة وعمارة لا، خلينا بقى في عربية وعروسة. فقلت لأمي خلاص يا أمي، أنا عندي العيادة وعندي العربية، ناقص العين التالتة يا أمي. قالت لي العمارة ولا العزبة؟ قلت لها لا عمارة ولا عزبة، عروسة. بركة 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 يا ثروت. وابتدي دور. طبعا أي بنت تتمنى في بلدنا، أي بنت تتمنى دكتور، عيادة، عربية، مش كده ولا ايه؟ أمي قاعدة تدور لي بس زي بعضه. أنا برضو وضعي كطبيب، يوم ما هتجوز واحدة، أمي كانت بتختار لي بقى مين؟ اللي معاها إعدادية، اللي خلص الدبلوم، ما ينفعش معايا. قلت لها لا يا أماي، أنا عايز واحدة تفهمني، لما أقعد أكلمها في موضوع نعرف وناخد وندي مع بعضينا، نتفرج على فيلم، نشوف تمثيلية، نتناقش في أي موضوع يا أماي، أعرف أخد ودي معاه. لكن اللي معاها إعدادية ولا ثانوية دي، مفيش حد ثانوية حمد، ده كل لا يا أماي. قالت لي إني عاملين زي الجاموس الأبيض. قلت لها معاذ الله يا أماي، مش جاموس أبيض ولا حاجة، بس يعني. قالت خلاص يبقى نشوف لك من المدينة، من البندر. قلت لها شوف يا أماي، لينا قرايب هناك، فعلا دعبسولي. على الرأي يوم بيقول لك ندعبس لك على واحدة في البندر، ودعبسولي. لقوا لي واحدة خريجة حقوق، ليسانس حقوق، بنت جدعة مؤدبة محجبة. والله يا جماعة أول ما شفتها قلبي انفتح لها. لما بتتكلم معايا بحس إنها بتترافع، مثقفة. أنا أحب الستات دي اللي تعرف تتكلم، كنت بحس إن هي في كل كلامي معاها بتدافع عن قضية. كان بيعجبني كلامها، حبيتها وتعلقت بيها، وفعلا اتقدمت لها ووافقوا علينا. بس أنا قعدت معاها قلت لها على فكرة أنا إنسان متعلم ومتنور وابن قرية. أنا مش ابن قرية كمان، أنا ابن عزبة، يعني عزباوي، تربيت في الريف.
وعشت في المدينة في كليتي 7 سنين، شوية في المدينة الجامعية وشوية في سكن خاص، وكنت بشتغل وانا طالب. فالدنيا مرمطتني. قالت لي عايز تقول ايه؟ قلت لها لو في حد في حياتك انا اللي هقول مش عايزة، يعني خليني في واحد مرتبط بيكي مرتبطة بيه. كان مهم جدا افتح معاها الموضوع ده. ضحكت وقالت لي هو انا شخصية ضعيفة للدرجة دي؟ انا لو في حد في حياتي ما كانش حد يقدر يجبرني ان انا ارتبط بيك. انا محامية واقدر ادافع عن قضيتي بكل ما املك. لو في حد في حياتي ما كنت سمعت مني كلمة حاضر، ولا كان قدر بابا ولا ماما يجبروني ان انا اوافق عليك. عجبني ردها وعجبتني شخصيتها، كنت سعيد جدا. وانا كنت سائل عليها وابويا كان سائل عليهم، ناس محترمين. وفعلا اتجوزنا، وقالت لي نأجل الخلفة 1 ولا 2. قلت لها انا كبير. قالت لي كبير ايه؟ هنسحب نفسنا بعيال من دلوقتي ليه؟ نتفسح ونعيش حياتنا وبعد كده نبقى نفكر في الاولاد. عشت معاها 1 و2 بأمانة الله، مروا زي الحلم. شاطرة في كل حاجة، شاطرة في بيتها، شاطرة في نظافتها، شاطرة في كلامها، شاطرة مع جيرانها، شاطرة في العلاقة معايا. بأمانة الله أي راجل يتمنى إن هو يتجوز واحدة زي مراتي. شهادة حق بقولها. خلي بالكم أنا طبيب، بعرف أشرح وأعرف أوصف الداء وأوصف له العلاج. بس والله أنا بقول كلام حق. أي واحد يتجوز واحدة زي مراتي يبقى أبوه وأمه داعيله. تتكلم كويس، على قدر كبير من الذكاء، نظيفة جدا في نفسها، بيتها نظيف جدا، دمها خفيف جدا، علاقتها مع الجيران ممتازة، وفي نفس الوقت شاطرة في العلاقة اللي بينها وبين جوزها. يعني زي ما بنقول كاملة. أنا بحكم الطبيب بروح عيادتي وبرجع من عيادتي، بس طبعا أصحابي كلهم صيادلة، ويعني الشباب اليومين دول برضو بيحبوا إن هم المنشطات والبرشام دي، عشان يعني رغم إن أنا شاب صغير، لكن أهو المواضيع دي كل ما تزود فيها كل ما بتحس بحلاوتها. فكان ليا دكتور صيدلي قال لي خد البرشام ده وبتاع، منشطات عادية بتتصرف عادي، يعني ما فيهاش مشكلة خالص، عادية جدا. فكنت باخد البرشام ده لما كنت أعمل معاها علاقة، والله مش عشان خاطري يعني، ده عشان خاطرها هي كمان. كان همي كلها أوصلها للسعادة المطلقة. المهم في يوم كنت في المستشفى وبعد كده طلعت على عيادتي. أنا بحكي لك قصتكم، بحكي القصة دي يمكن اتصلت بالأستاذ حنفي كانت الساعة 1:30 في الليل، وحكيتها له كده وأنا كنت في النبطشية، ولقيت نفس المستشفى هادية خالص، فكنت أدردش معاه لما بسمعه. فأنا بحكي لكم دلوقتي قصتي الساعة 1:30 صباحا. المهم كنت راجع بعربية النبيتي، عارفين عربية النبيتي الحمراء اللي كنت بحلم بها، مستعجل وكنت تعبان، وطلع لي عيل حسبة 14-15 سنة من تحت رجلي، وانا كنت ماشي بعربيتي. والله عربيتي على فكرة مش يعني بتجيب 200 كيلو ولا ده، اخرها 80 كيلو يوم، يعني ما بقى طايش تجيب 100 بالعافية، اخرها كده عربية مستعمل. المهم قدر ومكتوب، واللي مكتوب على الجبين زي ما كانت امي بتقول، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طلع لي من تحت رجلي، ما اعرفش، خبطته، مات في ساعتها. رغم ان انا طبيب ما قدرتش اساعده، وديته المستشفى في العربية
وقلت انا اللي خبطت، والعربيه كانت كمان باين عليها يعني مكان الخبطه في الاتصدام من قدام وده وده. كان من بلد من جنب البلد اللي فيها عيادتي. طبعا الشرطه جت. ايه اللي حصل؟ عرفتهم بنفسي. رئيس المباحث راجل محترم، قال لي ده اجراءات يا دكتور، مش هنقدر نخدمك في حاجه، اتفضل تعالى معايا. خدني من المستشفى، خاصة ان الولد مات في ساعتها بأمانة الله، يعني كان في كسر في الجمجمة ونزيف. انا كطبيب كنت عارف ان هو ميت، يعني يوم ما شلته وحطيته في عربيتي انا كنت عارف ان هو ميت، ولما حطيته وسط الضغط بتاعه. رحت معاه الاسم، اتعمل محضر. طبعا مش عايز اقول ان اهل الولد ده طلعوا على العربية كسروها وولعوا فيها، وانا ما اقدرش الومهم. ابنهم شاب 16 17 سنة، ولعوا في العربية وكسروها حتة حتة. ما فرقش معايا لأن كان كل همي. وبعدين النيابة، وكيل النيابة سألني، وفجيت ان هو راح قال لي معلش يا دكتور لازم نشوف تحليل مخدرات. مخدراتي؟ انا طبيب يا معلم مستشار. قال لي ما يجراش حاجة، هو الطبيب ده مش ممكن يكون بيتعاطى؟ مش الطبيب ده ممكن يكون بياخد حشيش؟ مش ممكن كنت بسايق تحت مسكر؟ انا سكران؟ قال لي مش شرط تكون سكران خمرة، ممكن تبقى واخد برشام، ممكن تبقى واخد سيجارة. جري يا دكتور. وفعلا اتحولت واتعمل لي تحليل، وللأسف جات العينة إيجابية. أنا كطبيب عارف إن ده آثار جانبي من المنشطات اللي أنا كنت باخدها، بس النيابة، وعشان أدافع على نفسي ده شغل محامين، حاولت أفهم وكيل النيابة إن ده آثار جانبية للبرشام اللي أنا باخده، مش ترامادول ولا حشيش، عادي جدا. الإنسان اللي بياخد منشطات لما تيجي تعمله تحليل هيطلع زيه بالظبط اللي بياخد مخدرات. ما فهمنيش وما اقدرش الومه لانه هو مش متخصص، لكن سبت الكلام ده للمحامين، وجبت وسألت كمان المحامي، قال لي هنجيب الطب الشرعي وما تقلقش من الموضوع ده. المهم اهلي في الوقت ده راحوا لاهل الشاب اللي مات ده او الواد ده، ما اقدرش اقول انه سنه كان لسه حدث يعني، عشان نتصالح وندفع الدية. الناس اتهيألوا مننا عشان دكتور ان الفلوس عندنا يعني البنوك ما بتقدرش تاخدها منا من كترة. طلبوا من ابويا 1,000,000 جنيه. طب ابويا يجيب منين وانا اجيب منين؟ ابويا قال لهم العربية اللي ابني راكبها اول عن اخر كان جايبها ب99,000. وهقول لكم ب99,000 ليه؟ لان يوم ما الراجل قال لي 100,000 قلت له معيش غير 90,000. من هنا لهنا قلت له اخر 9,000 معايا، فانا عشان كده بضحك. 99,000. هو ابني لو معاه 1,000,000 جنيه كان ركب عربية زي دي. والناس مرضوش، قالوا دية ابننا شرعا، قاعد يحسبوها بجمل وما عرفش ايه، هي 1,000,000 جنيه. هتسألوني مراتك فين في الوقت ده؟ مراتي جات لي، دي محامية خلي بالكم، محامية، جات ووقفت معايا، وبعد كده راحت بيت اهلها. بسأل ابويا وامي، قدم بيت اهلها. انت مش تيجي تسأل عليا؟ ما هي يا ابني جابت لك محامي وزميلها وهو اللي معاك في القضية. طب وهي؟ المهم كنت زي بعض، واكيد جابت لي محامي شاطر. المهم انا طبعا خرجت بكفالة على ذمة القضية، وتحددت لي جلسة. في الجلسة طبعا المحامي قاعد يتكلم وناقش الطب الشرعي في العينات، وان انا ما باخدش مخدرات ودي منشطات عادية وبتبان، نفس الكلام اللي انا كنت بقوله لكم يعني. القاضي حكم عليا ب3 سنين سجن. 3 سنين لسه في استئناف وفي اجراءات ماشي، انا عارف ده كله. اللي انا ما توقعتوش ان مراتي رفعت قضية طلاق للضرر. طب يا بنت الحلال، طب اصبري، ده القضية لسه ما خلصتش.
ده حكم اول درجة. ده انت متجوزة طبيب، عفوا انا اسف انا مش عرباجي، ده انا طبيب. وحوادث العربيات اي حد بيتعرض لها، ده ولاد الملوك، ولاد الرؤساء، ولاد الوزراء بيعملوا حوادث عادي جدا. رفعت قضية طلاق، ومش خلع، لا ضرار، طلاق للضرر. قعدت معاها لان كنت في الوقت ده انا الحكم اول درجة، انا مش محبوس. لما يتقايد عليا الحكم حاولت معاها كتير، لا انت محكوم عليك ب3 سنين، ده انت محامية، راح فين الحب، راح فين. وصمت على الطلاق. قلت لها خلاص وانا مش هطلق، انا كنت بحبها قوي. في الوقت ده كانت ابويا وعمامي وخلاني بيتفاوضوا مع اهل الواد تحت اي ظرف من الظروف علشان نقدم ورقة صلح للمحكمة عشان اخد فيها حكم مخفف او ايقاف تنفيذ لو وافقوا على الدية والصلح، لان انا ما كنتش قاصد. المهم من هنا لهنا، من هنا لهنا، ولاد الحلال تدخلوا، وصلت ل400,000 جنيه، والحمد لله اتصالحنا وقدمنا الورق وخدت حكم مع ايقاف التنفيذ. مارس حياتي عادي جدا. اول حاجة عملتها اول ما الحكم صدر طلقت مراتي. ما استنتش القضية بتاعت طلاق للضرر ولا غيره، ما وقفتش معايا. طب اصبري، انا كنت ممكن اتفهم انها تتطلق لو انا خدت 3 سنين وتأيد الحكم عليا 3 سنين، كنت اقول صغيرة في السن وهتقعد 3 سنين كاملين، 3 سنين كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كتير، وهي بنت صغيرة وعايزة تعيش حياتها. كنت ممكن اقول لها لا حق، مش هتقدر تصبر 3 سنين. لكن ده في زوجات جوازها بيسافروا عندنا في البلد، في ناس بيسافروا في ليبيا وفي الأردن وفي السعودية، بيجوا كل 2 شهر وصبرة وبتربي عيالها وكافية خيرها شرها. وانا مراتي محامية وفاهمة القانون، واول حكم درجة 3 سنين، وهي عارفة ان الاحكام بتتخفف بعد كده، درجة اولى ودرجة تانية وسهراية واجراءات صلح لا، رفع القضية للضرر وخدت حكم ايقاف تنفيذ بعد ما اصطلحت. طب ليه ما وقفتش جنبي؟ دي بتحبني، دي محامية وفاهمة القانون. طب خليني طيب معرفتش اتصالح مع الناس. كان المحامي قال لي يوم يعني مش هنقدر نتصالح، في الاستئناف ان شاء الله هتاخد سنة، والسنة 9 اشهر واحيانا 6 اشهر، وما بتدخلش مع المجرمين، بيعملوا حساب ان انت راجل طبيب وممكن تقضيهم في الاسم نفسه او في المركز نفسه. ده غير النقابة كانت جايبة محامي معاي، نقابة الاطباء، كل ده وطلبت الطلاق. طلاق ليه وضرر ايه؟ ده كل ده وانا بره، انا ما سجنتش، انا اخدت اخلاء سبيل على ذمة القضية وطلعت بكفالة، يعني انا كنت بره. طب سبتني ليه ورحت عند بيت اهلك ليه؟ هو انا اتمسكت في قضيه مخله بالاداب؟ هو انا ظبطوني مع واحده في العياده؟ هو انا ظبطوني مع واحده في شقه؟ هو انت لقيتني كنت متجوز عليكي من غير ما اقول لك؟ ده حادثه عربيه، حادثه عربيه، ترفع قضيه طلاق للضرر؟ هو ده الاصل بتاعك؟ طب اصبر لما الحكم يتأيد، وانت محاميه مستعجله للدرجه دي. طلقتها طبعا، طلقتها، لسه ما اتجوزت الصحيح، بس انا بقول انا ما غلطتش في حاجه، ده حادثه عربيه ومراتي عملت كده.
اما لو اتخانقت وضربت واحد، او لا قدر الله اتمسكت بحشيش ولا مخدرات ولا في شقة مشبوهة، كانت عملت مراتي ايه؟ دي مش قلة اصل، ده انا ساق عربية وخبطت واحد غصب عني. مش بنقول الزوجة تقف جنب جوزها؟ طب تصبر لما يتأيد الحكم، تخليها معايا نهارها الناس يقولوا لا اصل هتعيش مع واحد رب سجون، ده هيقعد 3 سنين في السجن، لا كتر خيرها، لا تتطلق منه. لكن ده انا لسه انا بره، انا ما كنتش في السجن، ده انا كنت بره وبروح عيادتي عادي وبمشي عادي. سابتني وراحت عند بيت اهلها ورفعت قضية. والله كرهت الستات لما الست متوقفش جنب جوزها. كنت ممكن التمس لها العذر يا جماعة لو الناس طلعوا عليا اشاعة ان انا اتمسكت مع واحدة في عيادة، ان انا متجوز واحدة عرفي، ان انا اتمسكت في شقة مشبوهة، كنت اقول غصب عنها غيرت الستات. لكن المشكلة ده حادثة عربية ما لقاهاش جنبية. لا اهو سببت لي حكاية جوايا خلتني والله ما عايز اتجوز. يلا ادعوا لي بقى العروسة بس تكون بنت اصول وتقف جنبي، لا قدر الله لو عملت حادثة تاني. انا ما جبتش عربية لسه بس هجيب. يلا الحمد لله. ودي حكايتي، دي حكاية الدكتور ثروت اللي ما عملش حاجة يعني مخلة بالاداب، ده راجل كان ساق عربيته وعمل حادثة. طب مراته كانت مستعجلة ليه؟ ايه اللي خلاها ما وقفتش معاه؟ دي محامية وعارف ان ده حكم اول درجة، طب بتستعجل على ايه؟ هنا نقدر نقول عليها بنت اصول. احنا قلنا يا جماعة لو جوزها السجن مثلا تأبيدة ولا عمل حادثة وعجز، من حقها تتطلق وما نقدرش نقول عليها قلة اصل. ده جوزها اتشل وهي صغير، لا ما ينفعش نربط حياتها بحياة واحد مشلول، ما نقدرش نقول قلة اصل، لازم تعيش حياتها. جوزها طلع ما بيخلفش، نقول لها لا اتطلق واتجوز وخلفي، ما نقدرش نقول عليها قلة اصل. خلي ان جوزها جاله مرض عضال، هي مش زوجة النبي ايوب هتصبر، من حقها تسيبه، ما نقدرش نقول عليها زوجة مش اصيلة لانه هو عنده مرض وهي محتاجة تعيش حياتها. لكن في الحالة اللي احنا فيها دي جوزها طبيب عمل حادثة عربية عادي جدا، خد اول حكم 3 سنين وهي محامية وفاهمة، ليه استعجلت وطلبت الطلاق للضرر وهي عارفة ان جوزها ممكن الحكم ينزل ل2 او ل1 يا ترى هي كده مش قلة اصل ولا ما حدش يقدر يلومها يقول لها لا؟ ما نقدرش نقول عليها قلة اصل. ايه اللي عيشها وجوزها واخد حكم 1 ولا 2؟ طب كانت تصبر لغايه ما ياخد حكم نهائي؟ ولا انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ اكتبوا رايكم في الكومنتات. ودي حكايتنا النهارده. بكره من نفس المكان وفي نفس الساعه والاوان هيكون معانا حكايه وبرضه حكايه مستخبيه. اشكركم.